السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة في ابداعات أمولة وماما مها، حلقة جديدة وفكر جديد وابداع جديد. الحلقة النهاردة مفيدة جدا جدا وتعليمية، وانا شايفاها من افضل الحلقات التعليمية اللي احنا بننزلها دايما انا وأمولة. ربنا يجعل كل الفيديوهات التعليمية اللي انا بنزل بيها انا وأمولة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. زي ما حضراتكم شايفين الفيديو بيتحدث عن نفسه. انا قدام حضراتكم جايبه صواني من اللي هي الالومنيوم دي، اللي هي بتاعت البسبوسه والبيتزا والفطير، وطبعا لجميع المخبوزات والفطاير بتنفع معاكم طبعا. انا في اصدقائي واصحابي سالوني سؤال هو اللي خلاني انزل بالفيديو ده. ايه هو السؤال ده؟ قالوا لي ايه سبب ان الالومنيوم بتاعك او الصواني بتاعتك الالومنيوم دايما براقه وبتلمع وجميله. فانا قلت مادام في ناس سألت عن الموضوع ده يبقى في فعلا ناس ما بتعرفش الحاجة دي. فانا قلت لازم انزل بيها وربنا يجعلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين دايما. الفيديو النهاردة زي ما قدام حضراتكم كده انا جايبة صواني من اللي هي بتاعة الالومنيوم، الصواني اللي هي بتاعة البيتزا والفطير، وانا كنت جايباها لسه جديدة معايا جدا. فانا قلت لازم اصور الفيديو ده، لان كتير من السيدات وكتير من العرايس بتجيب الصواني دي لان هي مفيدة جدا جدا، بتستخدم في جميع الاغراض. وانا قلت هقول لكم ايه سبب ان الالومنيوم بتاعتي جديدة وجميلة كده دايما وبتكون لونها براق وجميل. لاني عرفت بعض المعلومات عن الالومنيوم، منها الفيديو التعليمي اللي انا هبدأه معاكم ده. وانا طبعا دي طريقتي المعتادة، وده كانت احجام متغيرة من الصواني. طبعا الحجم بتاعهم كبير مش صغير، زي ما حضراتكم شايفين كده احجامهم متفاوتة ولكن الاحجام كبيرة مش صغيرة. فانا قلت لازم اصور الفيديو ده لان خسارة جدا حاجة تكون جديدة واحنا جايبينها ومكلفينها، وبعد كده ما ينفعش ان احنا نستعملها او تبوظ معانا بسرعة. فانا قلت لازم انزل معاكم بالفيديو ده، وهبدأ ان انا هوريكم ايه سبب لمعان الالومنيوم بتاعي وبيفضل معايا بالراج دايما وبيكون جميل. زي ما حضراتكم شايفين كده الالومنيوم ده بيكون مختوم، لان في الومنيوم ما بيكونش نوع الجودة بتاعته كويسة، ولكن النوع اللي مختوم ده بيكون كويس جدا. وطبعا لازم تاخدوا بالكم من الالومنيوم وحضراتكم بتشتروها ما يكونش فيها اي حواف او اي قطع مدببة خالص او اي خربشة فيها نهائي، علشان تفضل معاكم زي ما هي سليمة. مهما استعملتوا فيها هتكون معاكم جميلة وكويسة جدا. وطبعا في شيء، الالومنيوم ما يتحطش على ارض مرطبه ما يكونش فيها رطوبه، لان الرطوبه بتاكل من الالومنيوم ده وبتبدا ان هي تعمل فيها فتحات كده في الالومنيوم وبتبوظ منك بسرعه. فاتمنى طبعا تكونوا حاطينها في مكان ما يكونش فيه رطوبه تماما، علشان ما تاذيش الالومنيوم وتجرحها معاكي. وانا كده هبدأ ان انا هوريكم الالمونيا بتاعتي. اولا هدي ليها لمسة جمال وفن ازاي معايا. يعني مادام احنا ابداعات فانا لازم ادي ابداعي وفني، وهو ده ابداعي وفني. وانا كنت شغالة بحب معاكم، فاديت ابداعي وكتبت ابداعات ماما مها وامول على الالومنيوم بالبريل زي ما حضراتكم شايفين كده. صراحة أنا كنت سعيدة جدا وأنا بصور مع حضراتكم الفيديو ده. فأنا قلت لازم أدي لمسة كده جمالية للحاجة اللي أنا بعملها، وأدي لنفسي دايما طاقة إيجابية علشان أشتغل معاكم بحب دايما. فهنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم بعد كده، وهوريكم أنا هعمل إيه في الألمونيا بتاعتي اللي أنا أضفيت عليها لمسة جمال ولمسة فن معايا. وانا شايفاها من ضمن الاشياء اللي بتديني طاقة ايجابية جدا لما ابدع في الحاجة بتاعتي وانا شغالة فيها معاكم طبعا بحب. ربنا يجعل كل ايامنا سعادة اللهم امين. ورسمت في الصينية التانية برضو بالبريل رسمة لضوء الشمس كده. كنت شايفاها ان هي جميلة جدا بالنسبة لي وانا بصور معاكم. هبدأ كده الفيديو بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا جبت الصواني بتاعتي كده بالشكل ده، وهحضر معايا سلكة كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهجهز معايا كمية بريل معقولة كده، وهبدأ انزل فيها بالصينية معايا بالشكل ده علشان لما اشتغل في الالومنيوم تكون معايا البريل بيدي لمعة جميلة جدا. ولكن طبعا هضيف مع البريل حاجة كمان،
الحاجة دي انا شايفاها ان هي مهمة جدا 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 في غسيل الالومنيوم، ولا غنى صراحة لغسيل الالومنيوم نهائي. هي الصابونة الصفرة دي، امل قبل كده ربنا يجازيها يا رب عنا كل الجزاء وخير الجزاء. أمولة غسلت مع حضراتكم قبل كده الألمونيوم بالصابون الأسود، وكان الصراحة النتيجة مبهرة وجميلة جدا جدا. وأنا هغسل معاكم النهاردة بالصابون الأصفر ده، وإن شاء الله بعد كده هعلمكم فيديو تعليمي أنا بعمل الصابون ده بكل سهولة إزاي، والنتيجة صراحة بتكون مبهرة وجميلة جدا. هبدأ ان انا هغسل بالحاجتين، بالبريل وبالصابون الاصفر ده، وهبدأ ان انا اغسل الالومنيوم. الحاجة الوحيدة اللي ما بتخليش الالومنيوم يفضل لونه مطفي معايا ان انا قبل الاستعمال او قبل الاستخدام لازم اغسل الالومنيوم بتاعتي كويس جدا جدا، لان هي دي هتبني عليها مصير الالومنيوم بعد كده. يعني لو انا سبت الالومنيوم ده بلونه زي ما هو كده، وبدأت ان انا اغسله غسلة خفيفة كده واشتغل عليه، نفس اللون ده هيفضل معاكي طول العمر. فانت لازم تغسليه كويس جدا جدا الاول زي ما حضراتكم شايفين كده. انا غسلت الالومنيوم بتاعنا غسلة كويسة جدا جدا باللون البراق اللون الجميل ده. غسلتها من جميع الاتجاهات، لان طبعا هو نفس اللون ده هو اللي هيثبت عليها دايما، كل ما اغسل فيها هتفضل تلمع معايا وهتفضل جميلة كده بالشكل حضراتكم شايفينه ده. طبعا الشكل واضح جدا واللون واضح جدا قد ايه بقى لونها براق ولونها جميل جدا جدا كمان. وهبدأ بعد كده هوري لحضراتكم الفرق بين الصينيتين اللي انا اشتغلت عليهم وخليتها جميلة كده وغسلتها من كل الاتجاهات، وبين الصواني اللي لونها لسه مطفي. زي ما قدام حضراتكم كده دولت الصينيتين اللي اتغسلت واللي ما اتغسلتش معايا. بالتأكيد في فرق كتير جدا جدا. هل في ناس ممكن تستخدم الألمنيوم ده من غير ما تغسله؟ أيوة، مادام في ناس سألت عن الألمنيوم ده ليه ما بيلمحش وليه مش براق، يبقى بالتأكيد في ناس بتستخدم الألمنيوم ده من غير ما تغسله. فأنا كان لازم أنزل بالفيديو ده. ممكن يكون بسيط صحيح، ولكن أنا شايفاه إن هو مفيد جدا جدا. فأتمنى من حضراتكم جميعا كل الناس اللي بتبدأ تشتري ألمنيوم أو تستخدم في ألمنيوم أول مرة، فأتمنى إن هي تغسل الألمنيوم كويس جدا جدا، والمرة دي هي اللي هتبني عليها عدد المرات اللي انت هتستخدمي فيها الألمنيوم بعد كده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان الألمنيوم بقى لونه براق جدا، بقى عامل زي المراية بالظبط، بقى أي شيء عاكس ليه من كتر جماله ولمعته. بيعكس اي اضاءة او اي رسمة بالنسبة له تكون قريبة منه، فبيعكسها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. فانا اتمنى صراحة ان الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، واتمنى ان كتير يستفاد بالفيديو ده ويعرف قد ايه ان الحاجة اللي انت بتعمليها في البداية ممكن تكون بسيطة، ولكن بتفرق كتير جدا في استخداماتك بعد كده. ودي الصواني الصغيرة انا بدأت ان انا اغسلها تاني واوريها لحضراتكم قد ايه برضو بقى لونها براق وجميل جدا. وهغسل كل الصواني بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده علشان تفضل لونها جميل معايا دايما. ودي الصينية الاخيرة برضو انا غسلتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ما شاء الله عليهم صراحة، لونهم خلاب، اللون صراحة جميل جدا، وبقى شكلهم جميل ولونهم براق وجميل. مهما استخدمت فيهم بعد كده فلونهم هيفضل زي ما هو. ودي برضو من ظهرها كده بسم الله ما شاء الله عليها صراحة، غسلتهم غسلة جميلة جدا. والصابون ده بيفرق جدا جدا صراحة في غسيل الألمونيوم. وده كان شكلهم كلهم، هم صراحة حجمهم مش صغير، هم 3 حجمهم متفاوت ولكن حجمهم كبير جدا، ينفعوا للفطير والبيتزا والمخبوزات. وطبعا طبعا بيغني عن حاجات كتيرة او استخدامات كتيرة لألمنيوم، حاجات صغيرة دي حاجات كبيرة وبتوزع لك درجة الحرارة كويس جدا. وانا شايفة من افضل الاشياء اللي الناس بتستخدمها في المخبوزات انا شايفاها ان هي الألمنيوم صراحة. فأتمنى ان الفيديو النهاردة يكون ناس استفادت بيه وتكون ناس عجبها الفيديو ده. وأتمنى طبعا دايما تتابعونا في القناة وتتمنوا لنا الخير دايما علشان يوصل لكم مننا كل جديد. ونتمنى ان حضراتكم تشرفونا دايما في قناتنا علشان نرفع لكم دايما فيديوهات جديدة، ويكون تشجيع لينا دايما في فيديوهاتنا انا وأمولة. اتمنى النهاردة ان الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، بالرجاء تضغطوا لنا لايك وشير وتفعلوا لنا الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة ان شاء الله في ابداعات أمولة وماما مها.